هاد السيد هو اللي بدا التحليل النفسي، بس قبلها خليني نحكي لك على موسى عليه السلام والايجو. على بالي ماكش قد تكونسونطري، ها هذا فيديو تاع سيبوي سيرفر باش تقد تفرجاه وانت تفرج الريل تاعك. غير سيت كونسونطري معايا. موسى عليه السلام سقساوه اي الناس اعلم، قال لهم انا، ومن حقه كان نبي، فاوحى الله اليه بل عبد من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منه. كاين واحد يعرف اكثر منك واللي هو الخضر، واللي مذكور في سوره الكهف، اللي كانت عباره عن رحله نفسيه قبل ما يبدا يهضر عليها هاد السيد، واللي قال باللي دات فيها الانا ولا الايجو، واللي كانت هنا عند موسى عليه السلام كي قال انا اعلم الناس. ربي حب يمدلو درس في التواضع ويعلمه بلي العلم نسبي، وكاين اللي العلم تاعو يكون في صوالح واحد اخرين. الرحله تاعو مع الخضر كانت تدريب باش يكسر الانا ولا الايجو. موسى كان يتسرع في الحكم، خرق السفينه، قتل الغلام، اقامه الجدار، والخضر كان يفكروا باللي التسرع يبين الحكم الظاهري اللي كان عند موسى عليه السلام، مش المعرفه الصح اللي كانت عند الخضر. نوليو لفرويد اللي قال باللي كاين العقل الواعي conscious mind اللي كان في هذا الحال عند موسى عليه السلام في المنطق، الشريعه والحكم الظاهر، بينما الخضر كان يمثل اللاوعي ولا الانكونشس مايند، واللي هي الحكمه الخفيه اللي مدها له ربي. كان على باله علاش راهم يديروا هاد العفايس وما هو الهدف منهم. هاد الحكايه تبين باللي الانسان يحتاج يتواضع. الرحله هذه تشبه العلاج النفسي بالاحداث experiential therapy اللي راهم يستعملوها دروك. السفينه اللي تقبوها ظاهريا كانت حاجه عيانه، بس في الحقيقه هي حمايه لهم من الملك الظالم اللي كان غادي يرفدهم، وهما مرة يقدروا يكملوا يستعملوها في الصيد ولا النقل تاع الناس، غير يغطيوها شويه وفي البلايص اللي كان فيهم هذاك الخرق. هذا ما كان. الغلام المقتول كان مواجهه لما يبدو ظلم، لكنه يحمل خيرا خفيا واللي هو تواضع امام حكمه الله، وربي عوضهم وراها بواحد خير منه. الجدار المبني بلا مقابل كان عمل تاع خير دون انتظار مكافاه، واللي تكسر انانيه الانا. العلم لا يبرر الكبر، والتواضع امام المجهول شرط لنضج النفس وتحريرها من تضخم الانا. ما تنساوش ديروا فولو وتهلاو.